عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بألف خير. معاكم سمسمة من قناة أكلات ستات. النهاردة أول فلوج ليا على القناة. هربنا كده قلنا هناخد يوم أو يومين نغير جو قبل الدراسة الأسبوع الجاي بقى. كل سنة وانتم طيبين. وقلنا بقى نغير جو علشان احنا ما رحناش نصيف ولا أي حاجة، فقلنا ناخد لنا يومين كده او يوم على حسب يعني الحجوزات والحاجات دي، ورايحين للسخنة بطريق السخنة. احنا اتحركنا بعد الفجر على طول، فلسه النهار ما طلعش زي ما انتم شايفين. السخنة من اكتر الاماكن المفضلة بالنسبة لي، لما بنحس ان احنا عايزين نغير جو كده وعايزين بحر، عايزين بسين، عايزين نغير جو شوية نفصل، ونروح على طول على السخنة. طريق ما شاء الله حلو جدا وما بياخدش وقت، ساعة كتير قوي نكون هناك. في اماكن كتير هناك بنحبها. احنا الحقيقة ما حجزناش زي كل مرة، ما بنحجزش بنمشي كده على طول، لانها بتبقى كل مرة بتبقى مفاجأة. انا برضو فعلا المرة دي كده يعني سايبينها للظروف برضو، ما حجزناش وهنلف كالعادة على الحاجات اللي احنا بنحبها، نسأل فيها في اماكن ولا لا. الطريق بتاعها بيبقى جميل وانا بحبه جدا. وده الريست، عجبتني قوي فكرة العربية دي فقلت نصورها. موديل قديم بس شكلها تحفة ولونها كمان جميل. دلوقتي احنا بقالنا ساعة بالظبط وصلنا للريست اهو بتاع العين السخنة. على حسب بقى السرعة عايزين توصلوا في قد ايه. احنا بصراحة بنبقى طايرين يعني، بنبقى عايزين نغير جو بأي طريقة، فبتاخد معانا ساعة بالظبط. دلوقتي احنا لفينا على كذا حاجة وملقيناش يعني فيها حجوزات، فمتجهين للبورتو. يا رب نلاقي فيها حجوزات. للأسف ملقيناش كمان هنا. بعتونا منتجع تبع بورتو برضو اللي هو ساوث بيتش. دلوقتي احنا في الاستقبال تحت، واخيرا اخدنا الغرفة. رايحين عندها في واحدة بقى محتاسة بالشنطة الالعاب بتاعت المية. هنحط الشنط وهنروح البحر على طول. زي ما انتم شايفين بنبقى عايزين نروح البحر على طول، ونبقى لابسين وجاهزين وعايزين نروح البحر. واحنا راجعين هصور لكم الغرفة عشان انا نسيت اصورها قبل ما ننزل. حطينا الشنط يا دوبك ورحنا على البحر. في واحده هنا عامله حفره كده وعماله تلعب بالعاب المايه، نفسهم جدا يلعبوا بالالعاب بتاعه البحر. دلوقتي احنا روحنا، اوريكم بقى الغرفه بتاعتنا. اول حاجه كده اول ما نخش من الباب الغرفه جنبيها على طول ده باب الحمام ده المطبخ، جزء يعني من المطبخ في الحوض والبوتاجاز والميكرويف. وبعد كده غرفة النوم. انا مش عارفة الحقيقة دي غرفة ولا سويت ولا قصدي شاليه، بس هما بيقولوا غرفة يعني. هنا بقى ورا الباب في الدولاب زي ما انتم شايفين كده، ضرفتين شكله حلو قوي برضو. عجبني كمان الديكور بتاعهم بتاع اللوح. هوريها لكم دلوقتي، غريبة قوي ورسمين عليها كده حاجات غريبة. معلش بنوتي بقى طبعا اتقتلت بعد البحر، فاحنا جينا من البحر اسمها السرير. وبعدين في طرقة كبيرة كده والباف، وكنبة بتتفتح، سرير كبيرة جدا وجميلة، وتلاجة وترابيزة، ودي المكتبة اللي عليها التلفزيون والكتل والحاجات.
بحب جدا اهتم بالفيو، اشوف الفيو بتاعي هيبقى ايه. طبعا فيو عندنا هنا البسين 3 بسين. طبعا احنا غيرنا ونزلنا تاني، عندنا لبس البحر غير لبس البسين خالص، فغيرنا ونزلنا. ودلوقتي بعد ما طلعنا من البسين اتغدينا وقعدنا شوية في البلكونة زي ما بصور لكم كده، بس بفكر انزل. فضغطت عليهم بقى ان احنا ننزل نتمشى شوية، وكان معانا الاكل بتاعنا اكلنا وكده، ونزلنا نتمشى شوية تحت. بحاول ان انا ما اسيبش فتفوتة في اليوم ده. تاني يوم الحقيقة يعني كملنا صحيين لحد تاني يوم، ونزلنا البحر انا والبنات بس. سيبنا بقى ابو البنات ينام شوية عشان يرجع بينا يعرف يسوق بينا، فنزلت انا والبنات بس البحر تاني يوم. ما نزلناش الحقيقة، كان المية ساقعة جدا، الساعة 7:30، فالمية كانت ساقعة قوي فما نزلناش. امبارح نزلنا عشان كانت الساعة 12 وشوية، فعرفنا ننزل يعني. لكن النهاردة المية ساقعة خالص، هما بس قعدوا يلعبوا وتصورنا. وكان بابانا وصحي وجي اخدنا بقى بالعربية، لان المشوار طويل قوي ما بين البحر والغرف. بس ورحنا بقى عند البسين تاني، بس لقيناه لسه مفتحش، فقعدنا نتمرجح ونتصور شوية لحد ما البسين يفتح. هي احنا طلعنا الغرفة وبرضو لسه البسين زي ما انتم شايفين كده مفتحش، بيفتحوا الساعة 9. فلسه بقى هنستنى شوية وبعدين ننزل، وبعدين هنقعد شوية لحد الساعة 12 ميعاد تسليم الغرفة واننا نمشي. احنا ممكن نسلم الغرفة ونقعد يعني براحتنا في المنطقة لحد بالليل عادي، لكن نسلم الغرفة الساعة 12. بجد انبسطنا جدا جدا جدا. كان يوم ونص حلوين قوي قوي. ده طريق الرجوع. رجعنا في طريق غير اللي احنا جينا فيه، طريق اسمه الجلالة، حلو جدا بس مخيف بصراحة، ما بين الجبال والأرض مرتفعة، ارتفاعها عالي يعني حوالي 450 متر ارتفاع، وما بين الجبال اللي هما شقين الجبال دول وعاملين الطريق ده. فبصراحة الطريق جميل جدا بس في نفس الوقت مخيف. وانا بقى خلاص كده انتهيت، فهريح بقى شوية لحد البيت، وهو الحمد لله صاحي نايم يعني كويس، فمصحصح وهيقدر يرجعنا. ويا رب تكونوا اتبسطتوا معايا، واشوفكم بألف خير في فيديو جديد.